السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا النهارده نعمل مع بعض اصابع جلاش محشيه بالسوداني والقرفه. قد ايه سهل وسريع وما اخدش معايا وقت وكمان مش مكلف، حاجه حلوه وسريعه. وتعالوا نشوف مع بعض عملناها ازاي. يلا نبدا. عندي هنا بسم الله اول حاجه عندي نص كيلو من لفه الجلاش يكون طازه، وكمان مغطياها جنبي بفوطه او بكيس او اي حاجه عشان ما تنشفش معايا. وبعد كده عندي هنا سوداني مجروش يكون متحمص وعليه معلقه من القرفه. حطيت القرفه على السوداني وقلبتهم تقليبه كده سريعه. وعندي هنا خلطه التوريق حوالي نص كوبايه من الزبده، وعليها معلقه صغيره ممسوحه من البيكنج باودر او نص معلقه صغيره. وكمان هقلبهم كويس جدا مع بعض، بس ما عنديش اي حاجه تاني لخلطه التوريق، هي زبده وبيكنج باودر بس. هقلبهم كويس جدا، وملاحظين ان انا وانا بقلب هتلاقي فيه فوران كده او فوم على طبق الزبده عشان من البيكنج باودر. وهبدا اخد ورقتين بس من الجلاش، هنلف ورقتين ورقتين، وكل ورقتين هدهنهم بخلطه التوريق ودهنه خفيفه كده من خلطه التوريق على الورقه كلها من اولها لاخرها. وهنضيف الحشوه بتاعتنا السوداني على القرفه على طرف الورقه من قدام على حرف الورقه بتاعت الجلاش. وهنبدا ان احنا نقفل ونلف على شكل رول لغايه ما تخلصي ورقه الجلاش كلها لاخرها في اللف. بعد كده هنرصهم في صينيه وهنلف كل الجلاش اللي عندنا. هنفضل ماشيين ورقتين ورقتين وندهن ونحط الحشوه ونلف لغايه ما تخلصي كل كميه الجلاش اللي عندك. هنرصهم في صينيه او في صاج يكون يدخل الفرن. وبعد كده هنقطعها بقى ايه زي ما انتوا شايفين كده، بنقطعها او بنقطع المقاس اللي انت حباه. ممكن تقطعيها مثلثات، ممكن تقطعيها اصابع زي ما انا قطعتها كده، ممكن تبقى قطع اصغر من كده زي البقلاوه مثلا تبقى مقاس اصغر. قطعيها زي ما انت حابه. تكون معاكي سكينه حاميه وقطعي وهي لسه الجلاش ابيض كده زي ما هو من قبل ما يدخل الفرن قبل التسويه، قطعيه الاول. وبعد كده عندي بقى بقيه خلطه الزبده اللي اتفضلت. هبدا ان انا ادهن وش الجلاش بتاعي. وطبعا نسيت اقول لكم ان انا لازم ادهن الصينيه الاول بمسحه زبده او مسحه سمنه، وممكن تستبدلي الزبده في خلطه التوريق بالسمنه. هندخله على فرن سخن، لما يحمر شويه من فوق ارفعيه على الرف العالي شويه او على الشبكه تحت الشوايه ياخد لون حلو. وبعد كده طلعيه وهنسقيه بالشربات او السيرب التقيل زي بتاع البلح الشام والزلابيه. حطيت على النار كوبايه ونص من السكر، كوبايتين من الميه، وعصره ليمونه بعد الغليان. بعد 10 دقايق من الغليان عصرت عصره ليمونه، وممكن تضيفي فانيليا، وممكن كمان تضيفي معلقه زبده او سمنه. سبتهم يغلوا لغايه ما بقى في بابلز كتير او فقاعات كتير. خلاص كده الشربات معانا استوى، وطفيت عليه النار وبدات ان انا اسيبه يبرد لغايه ما الجلاش بتاعنا يخرج سخن، وهسقيه بالشربات لكم في طبق التقديم. شايفين التوريق من جوه عامل ازاي، قد ايه مورق وحلو، والتوريقات بتاعته باينه، والحشوه ما خرجتش منه، فضلت متماسكه. وحتى بعد التقطيع والتقديم الحشوه زي ما هي متماسكه، والقرفه ريحتها جميله جدا، وكانت ريحته حلوه قوي وهو بيتخبز. وقد ايه لونه ذهبي ومقرمش وحلو جدا. جربوه ان شاء الله يعجبكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايكات والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان الكل يستفاد توصل لكم وصفاتي اول باول. ونتقابل مع بعض في فيديو جديد ووصفه جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.